السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد. ما ننساش بس أول حاجة نصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نشترك في القناة، نفعل زر الجرس عشان يوصل كل جديد. نكمل الجزء الرابع وهنحكي عن قصة البوابة الزمنية. لما بنتكلم عن مثلث برمودا بنقعد نفكر عن السفن اللي بتختفي والطيارات اللي بتتبخر والناس اللي بتمشي وما بترجعش. بس في قصة غريبة ظهرت سنة 2003 لما الطيارة اسمها دانيال روس خرجت برحلة عادية في جزر البهاما. الرحلة المفروض تاخد 45 دقيقة بالظبط، بس لما رجع كان عدى على اختفائه 10 سنين كاملة. الغريب بقى إن دانيال لما نزل كان لابس نفس الهدوم والبنزين في طيارته زي ما هو، وساعة طيارته كانت لسه على نفس الدقيقة اللي طار فيها، وهو نفسه كان فاكر إن الرحلة خدت أقل من ساعة، ولكن العالم من حواليه كان اتغير. الناس بدأت تقول إن في بوابة زمنية في مثلث برمودا، بوابة ممكن تدخلك وتطلعك بعد سنين، أو يمكن تدخلك ومتعرفش تخرج تاني. علماء قالوا إن في خلل في الزمن في المثلث، طاقة غريبة كأنك بتعدي من بوابة مش مرئية وتدخل زمن غير زمنك. يا ترى في كام واحد دخل البوابة دي؟ وفي كام واحد لسه جواها مش عارف إن الزمن عدى؟ تابعوا الجزء اللي جاي لما نحكي عن المدينة الغارقة اللي بيقولوا إنها في قاع المثلث، واللي ممكن تكون هي سبب كل حاجة. انتظروا الجزء الجديد.